السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض بطة محشية رز بالفريك. طبعا في ناس بتسوي البط عادي وفي ناس بتحشيه رز بالبصل العادي. طب ده طريقة جديدة، هنعمل رز بالفريك للحشو. ممكن طريقة الرز بالفريك دي تعمليها وتحشي بيها اي حاجة، حمام، بط، فراخ، اللي انت عايزاه. الاول لو انتي مش واخده على الفريك هتعملي الكميه تلتين الرز وتلت فريك، بحيث ان انتي تجربيه الاول. طب لو انتي كلتيه قبل كده وعارفه طعمه هتعملي نص الكميه رز ونصها فريك. هتنقي الفريك كويس قوي وتنقي الرز بتاعك وتخلطيهم مع بعض وتغسليهم غسله تمام، يعني غيري الميه عليهم واغسليهم كم مره. بعد كده هتسيبيه على جنب. هتيجي بقى تجيبي حلة على النار، هتحطي فيها معلقة سمنة او معلقة زيت، هتحطي عليها بصلاية متقطعة قطع صغيرة، وانتي حاطة عليها حبهان وملح وفلفل اسود وسبع بهارات. هتشوحي بس البصلاية كده تدي ريحة، وبعد كده هتضيفي عليها الرز بالفريك اللي انتي غسلاه. طبعا احنا غسلنا الرز ده كويس قوي وصفيناه من المية. هنبدأ نضيفه على البصل ونشوحه معاه. هو البط ممكن بياخد يعني وقت شوية في السوا، فالحشو بيكون مظبوط. طب لو انت خايفة ان البطاية تبقى مثلا صغيرة وما تاخدش وقت كتير في السوا، بعد ما تشوحي الرز ده كويس قوي هتجيبي نص كوباية مية، هتحطيها عليه وهتقلبيها تشويحتين كده لغاية ما تحسي ان الرز بتاعك يعني بقى نص سوا، بحيث ان انت لما تحطيه في البطة وتسويها يستوي تمام. طبعا انا بشوح كده الرز وعلى نار هادية. بعد كده هجيب نص كوباية المية وهحطه عليه وهقلبه. بصي شكل الرز اتغير ازاي لما انت ضفتي المية وبتقلبيه، تحسيه يعني بقى نص سوا. بعد كده هتسيبيه يبرد شوية وهتجيبي البطاية بتاعتك انت غسلاها ونقعاها في محلول مية ليمون وملح ومظبطاها كويس قوي. وبعد كده هتنشفيها بمناديل عشان لو فيها دم ولا اي حاجة من بطنها. هتبداي تحطي بين الورك وبين صدر الفرخ البطة او بطنها كده، هتبداي تحطي معلقتين رز. يعني انت استفادي بكل مكان في البطة عشان الرز بتاع الحشو ده بيبقى طعمه جميل. بصي بين الورك وبين القفص بتاع البطة هتحطي برضو معلقتين. بس انا بوريكي والله بفتح كده عشان اوريكي شكلها طبعا لو هي مش معمولة كده انت تقدري بايدك تعملي لها فتحة صغيرة كده، تعمليها بايدك بالراحة وتبداي تحطي فيها معلقتين بس. بعد كده هتحطي بقى في البطن بتاع البطة، ولما تيجي تحطي في البطن هتملي تلتين البطن وهتسيبي الباقي فاضي، لان الرز والفريك هيستوي وهيزيد جوه. يعني ما تمليش البطن كلها على الاخر وتيجي تقولي الرز ما استواش جوه البط. احنا هنسيب تلت فاضي علشان لما الرز يستوي ويزيد تبقى هي كده معاكي مظبوطة والرز مستوي. انا بوريكي بالراحة خالص علشان لو انتي ما جربتيش وحشتيه قبل كده تجربي الطريقة دي. حاولي بالمعلقة كده تريحي الرز كده عشان ما يبقاش يعني مكتوم او قافل على بعضه عشان يستوي معاكي كويس. خلاص انا فرغت كده الرز بتاعي. بصي فاضية من جوه برضو لسه، لان لسه هتستوي، فانا عاملة حسابي على كده. هبدأ بقى اورك البطة. هقفل الرجول بتاعتها، عايزة تربطيها بخيط اربطيها. المهم ان انتي لازم توركيها وتقفلي رجليها علشان الرز ده ما يطلعش بره. تمام. بعد كده هتكوني حاطة حلة على النار فيها مية عشان تغلي، وهنشوف بعد كده هنعمل فيها طبعا هي البطة عايزة حد شديد شوية عشان يعرف يعمل الرجل بتاعتها. دلوقتي هستعين بصديقة عشان يقفل لي البط. بعد ما اتغلبنا على البطة وقفلناها الحمد لله رجعنا تاني. بصوا حبايبي، المية على النار هتغلي. بعد كده هتبدأي تحطي البطة بتاعتك فيها. تمام. هتكوني بقى مجهزة بصلاية عندك، ده ملح وفلفل وحبهان وورق لورا، بصلاية مقطعاها مكعبات،
بعد كده طماطمايه هتقطعيها برضو مكعبات صغيرة وهتحطيها عليها. طبعا لو انت هتعمليها في حلة عادية ما تحطيش الملح خالص دلوقتي لما البطة بتاعتك تستوي، كفاية الملح اللي جوه الرز. طيب احنا فاض معانا شوية رز من بتاع الحشو، او انا مزودة شوية عشان اعمل رز بالفريك في طواجن معايا. فطبعا نفس الطريقة اللي شوحت بيها الرز، او انا عملت الرز كله شلت شوية على جنب، هاجي دلوقتي هحطهم في الطاجن. طبعا الرز في الطواجن دي هتقدميه مع البطايه بتاعتك، او لو انت بقى عامله فراخ او عامله اي حاجه هتعمليها بنفس الطريقه. هتوزعي الطاجن كده، هتحطي النص المقدار وتسيبي نص الطاجن فاضي لانك لسه هتحطي شوربه والطاجن هيزيد معاكي. هتفضي كده الحاجه الخلطه بتاعتك، وهقولك بقى هتعملي ايه او هتسويه ازاي عشان يطلع معاكي مظبوط. حاولي تظبطي كميه الرز. طبعا لو انت عندك كمية اكتر او انت عايزة عدد طواجن اكبر او عايزة تعمليهم في طاجن كبير وتبقي تفضي منه براحتك، المتاح عندك والطريقة اللي انت عايزاها. المهم تسيبي في الطاجن نصه او تلته فاضي علشان لسه هتحطي شوربة ولسه هيستوي. انا ظبطت الطواجن بتاعتي، طبعا نقصتها وظبطت كده خليت النص عشان تستوي. هحطها في صينيه واغطيها بورق فويل واحط عليها الشوربه الاول وبعد كده هدخلها الفرن. ده شكل الطواجن بتاعتنا بعد ما استوى وطلع من الفرن. انا نسيت بس اصور لكم مقدار الشوربه قد ايه، يعني انت هتحطي شوربه زي ما بتعملي الرز العادي، وهتغطيهم بورق الفويل وتدخليه الفرن. وده منظر بقى هتقدمي الطاجن بتاعك لكل واحد، مثلا دي الطواجن دي صغيره، وهتحطي معاها بقى الشوربه والاكل الباقي اللي انت عاملاه. يبقى ده شكل الطاجن بتاع الرز بالفريك بتاعنا. طريقته سهله وجميله، ممكن تعمليه لوحده او جنب رقاق ولا اي حاجه زي ما انت عايزه. وادي شكل البطه بتاعتنا طلعت، حطيتها في الفرن تحت الشوايه واحمرت بالطريقه دي، ولا تضيفي عليها سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. وبالهنا والشفا، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس.